بسم الله، خليني الحق اكل قبل لا يأذن الفجر. أذن الفجر؟ شو فيك؟ لا تخاف، عادي تقدر تاكل. ترى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء وكان في يده الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يعني ما تترك أكلك لما تاكل أكل كامل، ما عندك أي مشكلة. يعني لو كنت في رمضان وأذن الفجر والأكل في يدك تقدر تاكل وتكمل يدك، تقدر تاكل وتكمل الاكل عادي، ما في اي مشكله. لو تبي تلحس الصحن بعد الحسها بالعافيه عليك. وهذا ان دل على ان الدين يسر وليس عسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أطلب منكم أيها الإخوة الكرام الذين يشاهدون هذه الحلقة على الفيس أو على اليوتيوب، أرجو منكم مشاركة الحلقة هذه على أوسع نطاق، لأن فعلا الأمر خطير جدا جدا جدا. هذا الشاب الذي يتكلم في هذا الفيديو تسبب حرفيا إن استجاب له المشاهدون. طبعا المشاهدات على هذا الفيديو 28 مليون مشاهدة. لو هؤلاء 28 مليون استجابوا له، فال28 مليون أفطروا في رمضان بسبب هذا الشخص. متصورون أنتم الكارثة إلى أين وصلت؟ وسأفصل لكم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع، ولذلك طلبت منكم مشاركة هذا المقطع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أولا أيها الإخوة، هذا الرجل دخلت إلى صفحته على التيك توك، وجدته شيف. نعم، هو شخص شيف، وصفحته عن الطبخ واللحوم وكذا. طيب أنت شيف وتتكلم عن الطبخ واللحوم، ليش تدخل في الدين؟ ليش تتكلم في الدين؟ لماذا تتحدث فيما لا علم لك؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم؟ للدين أهل تخصص يتحدثون فيه، في علماء وفي أهل علم وفي طلبة علم. أنت شيف، ما علاقتك بأن تتحدث في تخصص ليس تخصصك؟ ارتحت الآن لما شافوك 28 مليون شخص تسببت في إفطارهم لو استجابوا لك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى زمن كل واحد يتحدث في الدين بما يريد حسب الهوى. حسبنا الله ونعم الوكيل وإلى الله المشتكى. أولا أيها الإخوة الكرام، أسألكم جميعا، حين يؤذن المغرب في رمضان، حين يقول المؤذن الله أكبر، تمام؟ ما هو أول شيء تفعله أيها المشاهد؟ تقول لي مباشرة: أذهب أفتح صيامي، آكل تمرة أو أشرب ماء، صح؟ طيب المؤذن يؤذن، لماذا تشرب ماء أو تأكل تمرا؟ تقول لي خلاص أذن، دخل المغرب، إذا دخل الوقت، فحان وقت الإفطار. أقول لك صحيح، وفعلك صحيح 100%، لا إشكال فيه. طيب ولماذا في الفجر لا؟ لماذا في الفجر لا تمسك؟ لأن طبيعي هذا. في الفجر أول ما يأذن خلاص تمسك عن الطعام، وفي المغرب أول ما يأذن تأكل الطعام، لأن نداء الفجر الصادق هو إعلان عن وقفك للطعام والشراب، انتهى. ودخول المغرب ونداء المغرب إعلان أنك تستطيع أن تأكل وتشرب. اشمعنى يعني عن المغرب أول ما يأذن النداء تفطر؟ تمام؟ يعني خلاص دخل وقت الأكل والشرب. طيب والفجر لما يدخل تستمر في الأكل والشرب؟ معنا المفروض خلاص تمسك عن الأكل والشرب. أنت هكذا تعيش في تناقض. يعني لو سألنا هذا الرجل متحدث هذا السؤال: أنت أول ما يأذن المغرب تأكل ولا لا؟ أول ما يقول الله أكبر تأكل وتشرب أم لا؟ سيقول نعم آكل وأشرب. لماذا؟ لأن نداء المغرب إعلان عن دخول الوقت، فبالتالي جاز لي أن آكل وأشرب. طيب الفجر لا عادي يأذن وكل ما شاء الله بالعافية، والحس الصحن وافعل ما تريد. ما هذا الهراء؟ طيب سيقول لي أحد الأشخاص: لكن هذا الرجل يا زين خير الله أتى بحديث نبوي، كيف سترد حينها؟ أقول أولا إن هذا الحديث مختلف عن صحته أصلا، ففي جمع من العلماء من ضعف هذا الحديث، وفي جمع
فعلا من العلماء من صحح الحديث، لكن يعني أقصد أن الموضوع ليس عليه إجماع أن هذا الحديث صحيح، في من ضعفه وفي من صححه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، طيب لماذا لم ترجع إلى شرح الحديث؟ لماذا لم ترجع إلى شرح الحديث؟ هذا الرجل المتحدث الشيخ هذا هل يعرف الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ يعرف الفرق بين الاثنين؟ أنا أجزم أنه لا يعرف، لأنه لو كان يعرف ما قام بهذا الفيديو أساسا، لأن الحديث النبوي الذي جاء به المختلف في صحته أصلا وعلى فرض صحته يتحدث عن الفجر الكاذب. يا إخواني، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا في بعض البلدان في أذانين. الأذان الأول يسمى الفجر الكاذب، والأذان الثاني هو الفجر الصادق اللي هو تدخل وقت الصلاة. الأذان الذي قبل الفجر الصادق هذا اسمه الفجر الكاذب، يعني لا يوجد صلاة، هو مجرد نداء يعني للتنبيه أن خلاص اقترب الفجر الصادق، لكنه ليس أذانا للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يتكلم عن النداء، عن نداء الفجر الكاذب. إذا سمعته نعم أكمل طعامك، لأنه ليس هو الفجر الصادق الذي يدخل بعد وقت الصلاة خلاص. وهذا الكلام بإجماع أهل العلم، كل من شرح الحديث تكلم في هذا الأمر. لا يوجد عالم على مر تاريخ الإسلام قال إذا أذن الفجر الصادق جاز لك أن تأكل. لا أحد من العلماء قال ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولا الصحابة قالوا ذلك إطلاقا. هذا كلام من هذا الرجل الذي للأسف الشديد ربما يكون تسبب في إفطار الملايين من المسلمين بعد مشاهدة هذا الفيديو. وسنستمع الآن إلى بعض المقاطع لبعض المشايخ وهم يتحدثون عن هذا الحديث. نستمع إلى هذا المقطع أولا لهذا الشيخ الأزهري. ماذا يعمل في هذا الحديث في رمضان إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه؟ هذا الكلام معناه إذا سمع أحدكم النداء، وهو النداء الأول، لأن الفجر له أذنان، فالنداء الأول نعم يجوز أن تشرب وأن تقضي شرابك حتى ولو أذن الأذان للنداء الأول في الفجر لمن يؤذن أذانين في الفجر. أما إذا أذن الأذان الثاني للفجر وهو المعتمد في هذا الأمر فلا يصح بحال أن تبتلع الماء الذي في فمك. إذن هذا المقطع الأول. المقطع الثاني سنستمع لمقطع الشيخ مصطفى العدوي. طبعا الشيخ مصطفى العدوي أصلا يضاعف الحديث، اعتمد على أقوال بعض أهل العلم الذين يضاعفون الحديث. فنستمع المقطع. إذا سمع أحدكم نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. الحديث هذا ضعيف يا محمد بن صلاح، ضعيف يا محمد، منكر، قال له أبو حاتم الرازي. أيضا نستمع إلى مقطع الشيخ سعد عبد الله. لا صحة حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يدعه. هذا الحديث بعض أهل العلم صححه كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، فالحديث عند أبي داود وعند غيره وصححه الألباني وقال إذا كان الإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني لجمع من أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، واستدلوا بأن هذا الحديث يخالف قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فإذا أذن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقالوا هذا يخالف هذين النصين. وإذا تأملنا من صحح الحديث ومن استدل بهذا الحديث ومن ضعفه فكلهم يقولون يأكل ويشرب إذا كان لديه متحقق أن الفجر لم يطلع، إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر. أما إذا أذن المؤذن وقت طلوع الفجر فكلهم متفقون على أنه يجب أن يقف، يجب أن يقف ويمتنع. فهنا في زماننا المؤذنون يؤذنون في وقت طلوع الفجر، فنقول يجب على هذا أن يمتنع
الناس. وأما تضعيف الحديث وتصحيحه فكما ذكرت لك. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. بل بعض الذين أنكروا وضعفوا قالوا أصلا لا يثبت وليس له شيء من الصحة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. كما سمعتم أيها الإخوة، فالحديث على فرض صحته، لأن هنالك جمع من أهل العلم من ضعفه، على فرض صحته فهو يتحدث عن النداء الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر. فبالتالي هذا الشخص عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يخرج بفيديو ويحذر ويحذف هذا المقطع. أما الذين سمعوا كلامه وأفطروا بعد أن دخل وقت أذان الفجر الصادق فعليهم أن يقضوا هذا اليوم. ستقول لي طيب هم ما كانوا يدرون؟ ما كانوا يدرون، هذه مشكلتهم. من قال لهم أن يأخذوا دينهم من شيف؟ من قال لهم أن يأخذوا دينهم من شخص ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم المتمكنين؟ كان عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. رأيت شخصا في التيك توك تكلم بفيديو كذا وكذا وكذا، ما صح ذلك يا شيخ. يأخذ دينه من أهل العلم، من أهل التخصص، وليس من شخص على التيك توك شيف. مع احترامنا طبعا للشيف، ليس تقليلا من مهنة الشيف، لكن أنت شيف خليك في الطبخ. أنت شيف خليك في الطبخ. هذا والله المستعان، والله أعلم. ولا تنسوا مشاركة المقطع في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.